اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات، في الحلقه الجايه هنتكلم عن متون الاهرام. متون الاهرام دي يا جماعه هي متون او نصوص دينيه واسطوريه كشف عنها ماسبيرو سنه 1880 في اواخر القرن الماضي. ومن الملاحظ ان النصوص دي بتختلف من هرم لاخر، بدليل ان الكهنه كانوا بيفضلوا بعض النصوص على البعض الاخر، والهدف منها هو ضمان السعادة الأبدية في الحياة التانية بعد موت الملك أو الملكة. لأن النقوش اللي تم تدوينها في متون الأهرام دي نقشت لأول مرة في هرم الملك ونيس. لا يعني ذلك إن هي ألفت في عهده أو إن هي كانت من وضع فرد بعينه أو إن هي اقتصرت على عقائد عصر بعينه. لا، ده على الأرجح إن هي كانت من حصيلة عصور وقرون طويلة وإنتاج كفايات فكرية متباينة ومذاهب دينية متعددة ظلت نصوصها وأفكارها متفرقة قبل عهد الملك ونيس في صدور الكهنة وعلى أفواه الرواة، حتى صحت الرغبة في إن هم يدونوا بقى النصوص دي في هرم الملك ونيس للاستفادة الأخروية منها من خلال التراتيل الدينية اللي تم تدوينها على الجدران في هرم الملك ونيس، وربما تعويض لفخامة هرمه عن صغر حجمه. يعني هرم الملك ونيس كان حجمه صغير، فهم حبوا ان هم يفخموا من الهرم من خلال التعويذ اللي هم هيكتبوها داخل الهرم. النصوص دي او المتون دي كانت بتتكون من 714 تعويذة جوه هرم الملك ونيس، وهي بتمثل تعويذ ليها علاقة بالممارسات الجنائزية، واللي من شأنها ان هي بتحمي المتوفى من الأخطار الخارجية، وبتحمي بالأخص الملك من خطر الثعابين اللي قد تهاجمه في الحياة الأخروية، وبتقي المتوفى من العداء، وبتقدم ليه كل بقى ما يلزم من الماء والطعام والملابس وكافة الاحتياجات الأخرى اللي بتساعده على البقاء والخلود. طبعا دي كلها معتقدات عند المصري القديم وإيمانه إن في عالم آخر، وإن الهدف بقى الرئيسي من التعاويذ دي هو حفظ المتوفى أثناء رحلته بعد الموت للعالم الآخر. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى لو تكونوا استفدتوا بمعلومة بسيطة جدا. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله. هنتكلم عن مكان يعني هو موجود في شمال غرب هرم الملك زوسر. اللي عارف المكان يخمن في كومنت، واللي مش عارف كلنا هنعرف الفيديو الجاي إن شاء الله. انتظروني مع رونيتا الفيديو الجاي بحلقة جديدة. سلام.